ناشفة قوي. صوتها جميل. صوتها مقرمش، صح؟ هاتيها بقى مع الشوكولات وقولي بسم الله. بسم الله. ايه رأيك؟ لا قولي. حلو. حلو. دي كام من 10؟ قلبي من 10. قلبي من 10. دي وقت ولا مجهود خالص خالص. اول حاجة اجيب طبق هعجن فيه واحط فيه كوب من الدقيق، عليها معلقة من السكر، عليها معلقة من البيكنج باودر، وعليها معلقة خميرة ما اتصورتش. تمام تمام. هسيح عندي سمنة على زيت او زبدة على زيت براحتكم. وابتدي احط السمنة كده. انا حطيت تقريبا 4 معالق مش مليانين زي ما انتم شايفين كده من السمنة السايحة. يا ريت تكون سمنة بلدي علشان تدينا طعم حلو للعجين. انا استخدمت سمنة بلدي، في الحقيقة العجينة كانت طعمها حلو. ماشي ماشي. هندفي مية عشان حاطين خميرة. هندفي مية ونبتدي نحط المية بالمعلقة واحدة واحدة، لان انا حاطة كوباية دقيق فهستخدم كله بالمعلقة. تقريبا كوباية الدقيق خدت معايا يا 7 يا 8 معالق مية دافية. بنحط المية واحدة واحدة زي اي عجينة علشان احنا عايزينها عجينة متماسكة عادية جدا. العجينة كانت طرية وناعمة جدا بصراحة، فكانت حلوة. طبعا انتوا شايفين ان سعرها مبالغ فيه جدا زي كل الحلويات السنة دي. سعرها اوفر بصراحة، وهي اصلا مش مستاهلة حاجة. فاعملوها جربوها هتعجبكم. هبدأ انا بقى ايه بعد ما ظبطت المية بتاعتي. هبتدي اعجن الم يعني العجينة كده مع بعضها على ايدي كده بالشكل ده، وهسيبها ترتاح شويه يعني نص ساعه ساعه الا ربع كده. وايه طبعا احنا مش حاطين خميره كتير فمش هتعلى وتعمل فوليوم يعني. هتبقى في الخفيف بس هتبقى العجينه هشه من جوه وفيها فراغات من الخميره، وطعمها الحقيقه كان حلو. الحقيقه عجبتني جدا. هقولكوا على تريكات فيها علشان ما تبقاش مسكره قوي. ماشي. الناس اللي مش بتحب الحاجات المسكره قوي زي تعمل كده. الناس اللي عايزاه بقى مسكره وبتاع تزود في الشربات. هبتدي ان انا اخد كور وابتدي ان انا افردها دايره كده صغيره، لان الصوابع صوابع جيجي صغننين. جيجي هانم صوابعها صغننه. ابتدي ان انا اخد كل مربع اقسمه كده ايه على مثلث، كاننا بنعمل كرواسون بالظبط. بس الفكره ان هو المثلث بيكون صغير قوي. ورققوا المثلث ليه؟ لان احنا هنعملها رول عشان ما يبقاش الصباع تخين. بص انا بفرد ازاي بالشكل ده. بس كده ابتدي ان انا الفها كده وخلاص. هي الحقيقه بتحتاج في الوقت ده تقدري ان انت تكوني محضره شربات عندك او تسقيها بعسل ابيض. انا عن نفسي والله العظيم ده اللي عملته يعني. جبت طبق حطيت فيه معلقتين كبار من العسل النحل، دخلتهم الميكرويف يسخنوا شويه، وقعدت بقى ايه ارش عليها كده من فوق العسل، لان انا عايزاه بسيط مش مسكره قوي لان لسه فيها صوص وكده، فعشان الموضوع ميبقاش اوفر. وكانت طعمها مظبوط جدا بالنسبه للسكر. انما اللي هي الاصليه يعني بتبقى غرقانه شربات. عشان بس تكون واضحه معاكم، فانتوا بقى الحته دي بتاعتكم براحتكم. ابتدي ان انا اسخن زيت درجه حراره وسط علشان تستوي، وابتدي ان انا احط فيها الصوابع بالشكل ده كده، واسيبها ان هي تتحمر بقى كويس تاخد اللون اللي احنا عايزينه. بقى عايزينها ذهبي غامق ذهبي فاتح براحتكم خالص، ايه اللي انتوا عايزينه. بس انا كده بالنسبه لي كان اللون ده حلو جدا. شلتها وزي ما قلت لكم عسل النحل اهو. بصوا بعمل ايه، بسقسق لها كده ايه من فوق كده وبس، لان انا لسه في صوص شوكولاته هندب فيه الصباع وناكله عشان الموضوع ما يبقاش اوفر. اولا هشه جدا ومقرمشه وطعمها حلو قوي بصراحه. جربوها هتعجبكم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. جربوه